برقي فقط باش تجاوبني بنعم ام لا. هل الجبهه الشعبيه باش تدخل في تحالف مع نداء تونس، نعم ام لا؟ لا. لا. تحالف انتخابي؟ لا. نحن جبهه مستقله. بعد الزيارات ومشي بدعه تونسيه. اللي تم هو التالي، هو استبعاد من الترشح، من حق في الترشح للمسؤوليه التجمع. مسؤوليه التجمع اللي يتحملوا مسؤوليه فيه، مش المنخرطين، مش المليون ونص الزملاء كما يهموا فينا، لا مش صحيح. لا، هذوكم توانسه، مواطنين توانسه ويمارسوا حقهم كاملا. اما الناس اللي تحملت المسؤوليه في هياكل التجمع، وهذا حزب بين قوسين، حزب مش حزب، سيطر على الاداره وعاش بمال الدوله. هذايا اللي اعضاؤه عملوا فينا تقارير وعملوا وتحولوا لجهاز امني ضد المواطنين وشايه. هذوما اللي فرضوا على التوانسه، عملوا على اذلالهم الى اخره. قلنا باش ما يتشوهش المشهد السياسي هؤلاء يحرمون. فرنسا بعد الحرب العالميه الثانيه خذوا قرار، الحكومه الاولانيه خذت قرار كبير وشهير، منع كل من ثبت انه عنده علاقه بحكومه فيشي من تحمل الوظائف العموميه، مش ترشح مدى الحياه. المانيا النازيه بعد سقوط النازيه نفس الشيء، المانيا الجديده كذلك، الجزائر بعد الثوره كذلك، مصر هي ما عندها ايامات. اغلب الثورات تتخذ هذا القرار. ليش؟ لانه الناس اللي كانت التجمع هذا اللي كان اداه الديكتاتوريه، مش معقول هو نعمل بهم بعد الحريات والديمقراطيه. اضافه لهذا الكل، ما هذوكم اللي شبهوا لنا كلام على القانون، اخي ينسوا انه ثم حكم قضائي بات نهائي بحل التجمع. ايش معناتها؟ اليوم الحديث على التجمعين يفقد معناه، لانه قانونا ما عادش موجودين. التوانسه في الاداره وفي الوظيفه حتى لكن ينجم يكون نشط قبل ولا كان مسؤول في التجمع، لكنه كي باش يترشح في المجلس التاسيسي، الانتخابات المجلس التاسيسي، باش يكون مترشح عن حزب اخر. على الحنيجه هذيك، ايش معناتها هذايا؟ اخي حلينا التجمع بالقانون ولا ما حليناش؟ كان حليناه قولوا لنا، وكان حليناه وفرقناه في 5-6 احزاب اخرى، يعني خلينا التجمع هذايا لو تحايل على القانون ولا حكم قضائي يعاقب عليه القانون. لا. لا. تحالف انتخابي؟ لا. نحن جبهه مستقله. اللي عيطوا لهم البن علي باش يقنعونا ويقهرونا، هذوكم بعد يعملوا احزاب. اللي كان البارح في الديوان السياسي وفي اللجنه المركزيه، اليوم باش يولي يعمل لنا احزاب ويعطينا الروس في الديمقراطيه. اللي زور الانتخابات في 94 وفي 99 وفي 2004 وفي 2009، هذاك باش يعمل ديمقراطيه. اللي اعتدى على حق التونسيين في التنظم وحقهم في التعبير وحقهم في التظاهر، اللي قمعونا ومنعونا من حق الكلام، من حق التجول، اللي مارسوا الارهاب على التونسيات والتونسيين، هذوما المعنيين، واللي هما خلينا بواضحين، راهي بضعة آلاف. ما يكذبوش عليكم في وسائل الاعلام يقول لكم راهم 1.5 مليون زملاء وثم جوقه وحمله. لا، راهم 1000. ومع ذلك شوفي التوانسه بكل مجاميعهم، بكل قواهم السياسيه قداش كانوا متحضرين وباهين ومتسامحين. التوا هالو زملاء، علاش ما نعطوش فرصه للتوانسه؟ خليهم سيدتي الكريمه، خلوا الشعب التونسي سيدتي الكريمه ينتخب اللي يمثل. سيدتي الكريمه، هذه ثوره ماهيش انقلاب نتاع بن علي، وثورات لها الحق في ان تنظم الساحه السياسيه طبقا لقواعد جديده. اللي اعتدى على الثوره وضد الثوره لن يكون طرفا فيها. نعطيك اكثر من هكا، شوفي هاو زملائنا نحن محامين كانوا يعملوا فينا في التقارير في الخليه ويفكوا في الملفات ويخدموا، واللي هي مال الشعب هاو يتواجدوا. لم نطالب لا بمحاكمتهم لا اقصائهم لا شيء. كثرة الاتهامات. ايش معناتها؟ ايش معناتها؟ لا معروفين. حتى التجمعيين يقولوا كانوا من اليسار ويعملوا فينا في تقارير. يا استاذه، لمن يعملوا فيه؟ اللهم نعملوا فيه. فهمتي؟ يقولوا كانوا يتعاملوا. لا، هذا ترجعي للشركات العموميه وشوف ايش خذوا منها، حوايج موافقه وبامضاءات. اذا هؤلاء، نحن شعب تونس كان شعب متحضر ضد الانتقام وضد التشفي، الا من اللي استولى على الاموال العموميه واللي مارس التعذيب واللي قتل التوانسه. هذوما اللي يمكن التسامح معاهم. فيما عدا ذلك الاخرين بالعكس. اما المشهد السياسي حاجه اخرى. هذا حزب بحكم القانون انحل. عندنا حكم قضائي، تحبوا تحترموا الحكم القضائي ولا؟ اذا كان نشوف موقف الاستاذ حما من هذا. لا. لا. تحالف انتخابي؟ لا. نحن جبهه مستقله. ضد القانون هذا، مش لشخصي كما يقال، هذا ضده لانه احنا في وقت نحبوا نوحدوا صفوف الشعب ونجيبوا قانون تاع فتنه ما يجيش،
ونعتقدوا انه عمره ما ينجم يتطبق، ونعتقدوا انه عمره ما ينجم يتطبق، ونعتقدوا انه عمره ما ينجم يتطبق، واذا كان يتطبق هو كونه باش ندخلوا زوبعه في التوازنات بتاعنا في تونس، ولهذا انا ننصحهم انه يبعدوا عليه، انا ننصحهم انه يبعدوا عليه، انا ننصحهم انه يبعدوا عليه، يحبوا يعملوه كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته.